عمرك حسيت إنك غريب وسط الناس اللي متوقعين منك رد فعل معين، بس أنت جواك حاسس باختلاف، إنك مش شبههم، كأنك ماشي في سكة والعالم كله في سكة ثانية؟ الرواية اللي معانا النهاردة بتحكي عن الإحساس ده، إحساس إنك مش ماشي على سكريبت اللي المجتمع كاتبهولك، فالمجتمع يقرر يحاكمك مش على حاجة عملتها، لأ، ده على حاجة ما حسيتهاش. كتابنا النهاردة هو الغريب The Stranger للكاتب والفيلسوف الفرنسي اللي اتولد في الجزائر ألبير كاميو وانتشر سنة 1942. بتحكي عن واحد اسمه ميرسو، شكله عادي وبسيط بس حياته كلها سؤال واحد: ايه اللي يحصل لو الإنسان قرر يكون صادق مع نفسه حتى لو ده معناه إنه يطلع غريب في عيون الناس كلها؟ ألبير كاميو بيقدم لنا ميرسو كراجل عايش في الجزائر، حياته ماشية على أوتو بايلوت، يصحى يروح المكتب ويرجع ياكل وينام، من غير شغف ومن غير عزيمة ومن غير خطط كبيرة، مش تعيس ولا سعيد، هو في النص كده، في حالة خمول بين الحياة والموت. المشاعر عنده مش منعدمة بس مش موجودة قوي، كأنها صوت واطي جدا في الخلفية بين دوشة الأيام والروتين والحر والشارع والشغل. وفي يوم وهو في عز الحالة دي يوصله تلجراف قصير جدا يبعتوله من دار المسنين اللي والدته عايشة فيها: والدتك توفت والعزا بكرة. الجملة دي لو جات لحد فينا هتعيد ترتيب الدنيا كلها جواه، هتعيشه أحاسيس مختلطة، ذكريات ودموع، إحساس بالذنب، حنين. بس عند ميرسو الخبر اتسجل كمعلومة، اتعامل مع الموضوع ببرود عقلاني يخض. كل اللي قاله لنفسه: دي كانت عايشة في الدار بقالها سنين، كبرت وتعبت ودورها جه. وقدام الناس لا مثل ولا حاول يضغط على نفسه عشان يحس حزن مش طالع، هو صادق حتى في بروده، ويمكن ده أول سبب يخلي العالم يبتدي يشوفوه كغريب. وهنا نفهم إنه The Stranger أو بلغة الكاتب l'étranger أو الغريب بالعربي هو ميرسو. الفصل الأول: جنازة من غير سيناريو متفق عليه. ميرسو يروح جنازة والدته في دار المسنين، الطريق طويل والحر خانق ومتعب. أول ما وصل شاف الناس ملمومين حواليها، عاملين الدار وشوية من النزلاء شايلين صورها وباين عليهم الحزن النابع من العشرة، اللي بيبكي اللي ساكت واللي بيدعي، المشهد كله بيقول هنا في وداع، في نهاية وفي قلب بيتألم. ميرسو بقى قاعد يفكر في حاجات تانية خالص، هو واخد باله من نور اللمبة وريحة الغرفة وصوت النفس وحرارة الجو اللي عامله صداع في دماغه، لا بيفكر في ذكرياته مع والدته ولا غرقان في مشاهد من طفولته، ومش بيقول يا ريتني عملت ولا يا ريتني ما عملتش. المهم الجنازة اتحركت والشمس بقت أقوى والحر أتقل، وهو حاسس إنه جسمه بينهار من التعب، في تقل كده بس مش قادر يعبر عنه بدموعه. الناس ابتدت تبصله باستغراب، إزاي واحد في جنازة والدته واقف بالشكل ده؟ فين الحزن؟ فين الانهيار؟ فين الدور اللي مفروض يلعبه؟ ومن اللحظة دي الكاتب ألبير كاميو بيحط بذرة الفكرة الأساسية في الكتاب، إن المجتمع مش بيشوفك زي ما أنت، المجتمع بيحكم عليك بناء على السيناريو اللي هو كاتبهولك. الفصل الثاني: اليوم اللي بعد الجنازة. بعد الجنازة ميرسو رجع بيته تعبان ومرهق، نام نومة طويلة مش من الحزن، ده من الإرهاق الجسدي والحر والسفر. وتاني يوم لما صحي ما صحيش على الشعور بالفقد، لأ، ده صحي على إحساس بسيط جدا: أنا جعان وهاكل إيه؟ نزل يدور على أكل وبعد كده يروح البحر، مش عشان يهرب ولا عشان يتأمل في الموت، هو ببساطة بيرجع لروتينه، للمكان اللي بيحس فيه إنه موجود، للمية والشمس والرملة. وهناك قابل زميلته ماغي اللي بتشتغل معاه من زمان، واليوم عدى عادي جدا، ضحك ولعب في البحر وقعدة هادية، وهي حاسة إنه لطيف بسيط ومش متصنع، وهو ارتاح معاها من غير ما يحول الموضوع لقصة حب كبيرة. بعدها بيومين تعرف إنه والدته ماتت من قريب جدا، اتفاجأت من بروده بس ما قطعتش علاقتها بيه عشان حست إنه مش وحش، هو بس حد مختلف. هنا الكاتب ألبير كاميو بيورينا نقطة مهمة جدا، إنه عدم البكاء مش معناه عدم الإحساس، بس المجتمع مش بيعرف يترجم كده، بالنسبة للمجتمع يا تبكي يا تبقى جاحد. الفصل الثالث: الحياد اللي بيتحول لسلاح ضد صاحبه. في نفس العمارة في جار اسمه غيمون، راجل داخل في علاقات معقدة، سمعته مش أحسن حاجة ومشاكله مع الستات ما بتخلصش ودايما علاقاته سامة. غيمون اختار ميرسو بالذات عشان يحكي له عن آخر مشاكله، لأنه شايفه حد بيسمع
من غير ما يحكم، لا بينصح ولا بيهاجم ولا يواسي، هو مجرد أذن صامتة. فحكاله إنه شاكك إن البنت اللي معاه بتخونه وإنه عايز يأدبها بطريقة قاسية، وطلب من ميرسو يساعده في كتابة رسالة تبقى بمثابة فخ عشان يسيطر عليها ويرجعها وبعدين يهينها. ميرسو وافق يكتب الخطاب من غير ما يقف قدام السؤال الأخلاقي: هو اللي احنا بنعمله صح؟ هو مش شيطان بس كمان مش ملاك. بعد ما وصلتها الرسالة البنت جت على بيت غيمون والخناقة كبرت والشرطة اتدخلت وميرسو بقى الشاهد الوحيد، قال الحقيقة زي ما شافها من غير ما يحس انه لازم يدافع عن حد ومن غير ما يحاول يطلع حد ملاك ولا حد شيطان. الحياة ده عجب غيمون وشافه راجل جدع وصريح. بس الكاتب ألبير كامو عايز يقول لنا حاجة أعمق، إنه الحياد أوقات بيبقى مشاركة من غير ما تحس. الأنا مالي دي أحيانا بتكون جزء من المشكلة حتى لو ما كانش قصدك. الفصل الرابع: رحلة البحر والطلقة. بعد شوية وقت حياة ميرسو تستقر نسبيا، شغل وبحر وماري وزيارات غيمون، وماري اتعلقت بيه أكتر فسألته عن رأيه في الجواز ورد عليها بأبسط منطق: لو اتجوزنا مفيش مانع، ولو متجوزناش برضو عادي. هو مش بيلعب، هو فعلا مش شايف إن الموضوع لازم يبقى أكبر من الإحساس اللحظي. وفي يوم غيمون عرض عليهم يطلعوا يقضوا ويكند في بيت صاحبهم ماسون على البحر. ميرسو وافق وماري جت معاهم وطلعوا كلهم الشاليه. مكان شكله لطيف وهادي، بس في حاجة غلط. في رجالة من أهل البنت اللي اتأذت على إيد غيمون ماشيين وراهم ومراقبينهم، فحصلت خناقة على البحر، سكاكين وجروح، وبعدين هدوء مؤقت والكل رجع البيت. بعد الغدا ميرسو قرر يخرج لوحده يتمشى على البحر في حر مش عادي وشمس حامية وجسمه تقيل، دماغه مشغولة وحاسس بالعطش والعرق وضيق التنفس. وفي طريقه قابل نفس الشاب اللي اتخانقوا معاه واقف لوحده والسكينة في ايده، والمسافة بين الاتنين قصيرة جدا. ميرسو معاه مسدس غيمون كان جايبه معاه احتياطي. اللحظة دي مش متصورة كمعركة كبيرة بين خير وشر بقدر ما هي لحظة عبثية جدا. شمس داخلة في عينه وضوء منعكس على معدن السكين وحرارة بتخلي تفكيرك مش متزن، وكل ده يحصل لإنسان أصلا مش ماسك في الحياة من الأول. خرجت طلقة وبعدها 4 طلقات كمان والراجل وقع. الكاتب ألبير كامو بيوصف الطلقات الإضافية كأنها حد بيخبط على باب شقة. اللي فتح على ميرسو باب صعب قوي يتقفل، باب محاكم وسجن، وإن حياته اللي كانت ماشية على الساكت هتبقى تحت الميكروسكوب. الفصل الخامس: لما المجتمع يحاكمك على دمعتك مش على رصاصتك. بعد الحادثة اتقبض على ميرسو واتسجن لحد ما يوم المحاكمة يجي. في السجن ما قعدش يفكر في نفسه كقاتل ولا غرق في شعور الندم، هو مشغول بتفاصيل تانية خالص: الوقت والسجاير اللي مش موجودة والسرير اللي مش مريح والملل والفكرة الغريبة إنه الإنسان يقدر يتعود حتى على الزنزانة. جه يوم المحكمة والقاعة مليانة ناس، قضاة ومحاميين وصحافة ومتفرجين، والكل مستعد يسمع قصة القاتل. بس الغريب إن الجلسة ما تركزش بس على حادثة القتل، لأ، التركيز بيتحول تدريجيا لجنازة والدته. جابوا شهود من دار المسنين يحكوا إنه ما بانش عليه الحزن، وإنه ما بكاش، وإنه شرب قهوة وولع سجاير جنب التابوت، وكمان إنه راح البحر تاني يوم، وكمان كان معاه واحدة، وإنه كمل حياته كأنه مفيش حاجة حصلت. المدعي العام يستغل ده ويرسم صورة إنسان ما عندوش قلب، ويدي انطباع إنه اللي يقدر يكون بالبرود ده في جنازة والدته مش بعيد يكون قاتل بطبيعته. الحضور يتجاوب مع الصورة دي لأنها أسهل طريق ممكن ياخدوه في واقعة معقدة زي دي، وابتدوا يقولوا اللي ما يبكيش على والدته يستاهل أي حاجة تحصله. وتتحول المحاكمة من سؤال ليه قتل لسؤال تاني خالص: إزاي ما بكيش في جنازة والدته؟ حتى ماري اللي كانت عايزة تدافع عنه لقت شهادتها بتتقلب ضده. قالت إنه كان معاها في البحر بعد الجنازة وإنهم قضوا وقت لطيف مع بعض. حتى ميرسو نفسه لا حاول يمثل الندم ولا حاول يقول كلام عشان يخفف الحكم ولا حلف إنه اتغير.
هو شايف إنه قتل بس مش شايف نفسه وحش زي ما الناس شايفاه، ومش قادر يلبس وش مش بتاعه. صدر الحكم على ميرسو الإعدام بالمقصلة. ده مش بس عقاب على القتل، ده كمان عقاب على اختلافه، على صدقه اللي المجتمع شايفه وقاحة، على كونه ملعبش الدور المتوقع منه. الفصل السادس، زنزانة الموت. بعد الحكم ميرسو انتقل لزنزانة صغيرة مخصصة للمحكوم عليهم بالموت، باب حديد، مساحة ضيقة، وشباك صغير يطل على حتة من السماء. هناك بدأ فعلا يفكر في الموت، المرة دي مش كمعلومة بس كنقطة نهاية، إنه في يوم محدد وفي ساعة محددة هيدخل حد من الباب وينهي كل حاجة. فكر يهرب وفكر في الاستئناف، في أي أمل صغير ممكن ينقذه، بس مع الوقت قرب من حقيقة صعبة. الموت جاي سواء دلوقتي أو بعد 20 سنة. الفكرة نفسها هي اللي بتخوف مش التوقيت. فكر في حياته اللي فاتت، في والدته، في ماغي، البحر، والراجل اللي قتله، الجنازة والمحكمة، بس ما وصلش للإحساس بالندم بالمعنى اللي الناس تحبه. وصل لحاجة تانية خالص، إحساس إن الحياة عبثية شوية، وإن العدالة مش دايما عادلة، بس حتى في الظروف دي هيلاقي مساحة صغيرة من الحرية، إنه يقرر يكون صادق لآخر لحظة. الفصل السابع، الصدام الأخير. في عز اللحظات دي دخل عليه قسيس جاي عشان يجهزه روحيا للنهاية. كلمه عن التوبة والغفران، عن ربنا، عن حياة بعد الموت، عن إن الباب مش مقفول وإنه يقدر يتوب دلوقتي. بالنسبة لميرسو الكلام ده ما يلمسش حاجة جواه، هو مش معاند، هو مش حاسس ومش عايز يقول كلام مش من قلبه. القسيس أصر وحاول مرة واثنين وثلاثة، عايز يشوف قدامه الصورة النمطية اللي متعود عليها، مجرم بيندم وبيبكي وبيرجع لربنا في آخر لحظة عشان الحكاية تبقى مريحة ومفهومة. بس على مين؟ ميرسو رفض يلعب الدور ده، وهنا بتيجي المرة الوحيدة في الرواية اللي ميرسو انفجر فيها، انفجار صرخة في وش القسيس وفي وش كل نظام عايز يفرض سكريبت جاهز على حياة إنسان. بعد الصرخة دي حس بحالة غريبة من الهدوء، كأنه أخيراً قطع آخر خيط بينه وبين توقعات العالم، بقى لوحده تماماً، بس صادق تماماً. الفصل الثامن، آخر ابتسامة. في الليلة الأخيرة ميرسو قعد تحت شباك صغير، بص على السماء وسمع أصوات الناس، وحس إن جزء من الصورة حتى لو هو هيبقى براها كمان شوية. تصالح مع فكرة إن كل البشر رايحين نفس المصير، إنه الاختلاف مش في النتيجة، الاختلاف في المشوار، وإنه في ناس بتعيش تمثل من أول لآخر يوم في حياتها، وناس تانية حتى لو قليلة بتقرر تعيش من غير قناع حتى لو دفعت الثمن غالي. لما طلع الفجر دخل شوية نور للزنزانة. ميرسو ابتسم، ابتسامة مش مفهومة، مش مريحة، هي ابتسامة إنسان فهم اللعبة حتى لو خسرها. أول ما تخلص رواية الغريب بتكتشف إنها مش مجرد رواية عن جريمة ومحاكمة، هي عن إنسان اتعاقب لأنه صادق. ميرسو لا كان قديس ولا كان وحش مطلق، هو إنسان بيشوف الحياة من زاوية رمادية، وقرر ما يلبسش شخصية مش بتاعته. المجتمع حكم عليه مش لأنه قتل، بس لأنه محبش ومعرفش يتظاهر بحزن مش حسه، ولا يقدم اعتذار مش طالع من قلبه، ولا يمثل دور الابن المثالي، ولا السجين اللي لازم يبكي في الوقت الصح. الكاتب ألبير كامي بيحطنا قدام سؤال مهم جدا، احنا بنحب الصدق فعلا ولا بنحب الصدق بس لما يكون لابس الشكل اللي احنا متعودين عليه؟ احنا كم مرة حكمنا على حد عشان معيطش او ما تكلمش او معبرش زي ما احنا شايفين المفروض يعمل؟ وكم مرة خبينا احساس حقيقي جوه نفسنا عشان ما نطلعش غربة وسط الناس؟ الغريب مش بس ميرسو، الغريب ممكن يكون كل واحد فينا لما يحاول يعيش زي ما هو مش زي ما السيناريو الاجتماعي كتبله. لو الرواية دي لمستك، لو حسيت إنه في جزء منها شبهك حتى لو بنسبة صغيرة، سبسكرايب واكتب لي في التعليقات امتى آخر مرة حسيت إنك غريب وسط ناسك، مش عشان انت غلط، عشان كنت صادق زيادة عن اللزوم مثلا. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. باي.